السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معانا فيديو جديد، عاملين القطايف في البيت، عاملين العجينة في البيت خالص بكل سهولة، يعني مفيش أي تعقيد خالص. القطايف زي ما بيعملوها في الفران عملناها بمية ودقيق من غير حاجة خالص. هي القطايف ما بتتعملش يعني في الفران، ما بيحطوش عليها أي إضافات خالص، مية ودقيق بس ونعمل القطايف. ولا شراء بقى قطايف ونلاقيها بايظة أو نلاقيها مبرولة او ننسى نعملها او نكسل فتبوظ. لا، احنا عايزين ناكل قطايف نقوم على طول بعد الفطار 10 دقايق نعمل شوية قطايف واحنا واقفين في ثانية، ما بياخدوش وقت. قطايف معانا مية ودقيق، معايا كوبايتين مية كوبايتين دقيق، طبعا على حسب الدقيق ممكن ناخد كمان معلقة دقيق او لا. يعني انا معايره هنا كوبايتين ميه وكوبايتين دقيق، ذره ملح، معلقتين سكر، نص معلقه خميره، نص معلقه بيكنج باودر. بس هي دي المقادير، مفيش اي حاجه غير كده. يبقى زي ما قلنا كوبايتين دقيق، كوبايتين ميه، معلقتين سكر، نص معلقه خميره، نص معلقه بيكنج باودر، ذرة ملح، ظرف فانيليا. بس كده، مفيش اي حاجة. هنضربهم في الخلاط زي ما احنا شايفين، هنعمل في الخلاط من غير تعب خالص ولا مجهود ولا عجن. هنضربهم يدينا السمك اللي احنا شايفينه ده كده، سمك يعني زي عجينة الكريب او اتقل سنة من عجينة الكريب كده، تكون بس بتعلم على المعلقة كده زي ما احنا شايفين. خلصنا العجن هنسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح بس مش اكتر. يعني احنا مش عايزينها تخمر، احنا عايزينها بس الخميرة تبدأ تبقى فيها بس. عشان لو خمرت زيادة الفقاقيع اللي بتبقى في القطايف بتزيد. اهم حاجة بقى هنا الخطوة المهمة في تسوية القطايف، ان احنا يكون معانا طاسة او صينية زي ما انا عاملة كده. انا عاملة في صينية تكون ما يكونش فيها زيت خالص، يعني ما يكونش مكانها زيت. احنا هنسوي القطايف من غير اي زيت. طبعا القطايف لا حطينا فيها مادة دهنية في العجينة ولا حطينا ولا هنحط برضو مادة دهنية في الطاسة اللي هنسوي فيها. كده انا جربت كده واحدة علشان اشوف النار واشوف يعني برضو العجينة معايا مظبوطة. هل عايزة ممكن يعني انا لو برضو وانا بحط وانا ببدأ اسوي، لو انا شايفة ان العجينة سايلة زيادة ممكن احط لها معلقة دقيق واضربها تاني. لو انا شايفة ان العجينة تقيلة شوية برضو ممكن احط لها معلقتين مية واضربهم تاني. يعني كل حاجة في ايدينا، بنجرب واحدة ونشوف. فهي كده مظبوطة معايا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه زي ما قلت لكم في التسويه انها تكون في طاسه او صينيه تكون غير لاصقه. ما بنحطش ماده دهنيه خالص في الطاسه، ناشفه خالص، ما بنحطش اي حاجه، لا ماده دهنيه ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه خالص، ناشفه خالص. بنحط بس الولعه هاديه. اهم حاجه الولعه ما تكونش العاليه قوي ولا واطيه قوي، يعني تكون متوسطه. بنجرب ونشوف يعني النار معانا عامله ازاي. زي ما احنا شايفين كده بنصب. انا بصب مثلا، يعني احنا عشان احنا باختصار للوقت مش هنفضل نعمل واحدة بواحدة، فانا بعمل 4 3 على حسب ما صب. وطبعا انا بصب من شفشق الخلاط على طول برضو علشان ما نعقدش الدنيا على نفسنا ونقول تعب ومجهود. لا، الموضوع ما بياخدش تعب ولا مجهود خالص. احنا ممكن نعمل على قدنا بس نص كوبايه دقيق. يعني احنا لو عايزين ناكل قطايف دلوقتي نقوم نعمل بقى بعد الفطار كده، نقوم عاملين على طول نص كوبايه دقيق وضربينها في الخلاط في ثانيه وعاملينها واحنا واقفين. لان القطايف ما بتتشالش، لا بتتشال نيه ولا بتتشال مستويه، لان القطايف من الحاجات اللي يعني اللي تحب تتاكل على طول طازه كده علشان تبقى حلوه. يعني عشان نعرف ناكلها لازم تتاكل طازه. هنخلص بقى الكميه كلها زي ما احنا شايفين ما شاء الله. احنا هنا في القطايف لو عايزين نحمرها زي ما انا زي هي متحمره كده جامد، مفيش مشكله. لو تحمير نص تحمير زي ما انا محمراها كده برضو مفيش مشكله. في ايدينا النار، في ايدينا. اهم حاجه ان احنا نظبط النار زي ما احنا عايزين. الحشو بقى زي ما احنا عايزين برضو اختياري. ممكن نحشيها قشطه كدابه، ممكن نحشيها مكسرات زي ما انا عملت، ممكن نحشيها تمر، ممكن نحشيها نعملها حشوات حادق، جبنة او لحمة مفرومة زي ما تحبوا خالص. اهم حاجة ان احنا عملنا العجينة بكل سهولة خالص من غير اي تعقيد ولا اي حاجة ولا اضافات. كوباية ماء وكوباية دقيق، عملنا شوية قطايف محترمين نقدر نعمل بيهم، نشكل بيهم اللي احنا عايزينه.
اهم حاجة احنا ايه، عملنا العجين. اهم حاجة بقى لما التركة اللي جاية بقى، ان احنا لما نيجي نحمر القطايف زي ما انا حمرت كده، يا ريت ما نحمراش في زيت غزير، نبقى الزيت قليل. انا هنا عملت لما جيت احمر القطايف كان عندي زيت، كنت عاملة فيه زلابية، هبقى انزل لكم الفيديو بتاعها، فكان الزيت موجود فانا حمرت فيه. لا الزيت ده كتير فعلا، المفروض ما كانش يبقى زيت كتير كده، علشان في بعض وحدات بقت تفك وانا ايه، وانا شغالة كده. الزيت المفروض في زيت القطايف يبقى زيت ايه، بسيط خالص عن كده. هنحمر بقى، ومعايا الشربات، انا عاملة الشربات قبلها وبارد. اهم حاجة شربات الكنافة يكون تقيل وبارد. احنا بنطلع بقى نصفي من الزيت كده ونحطه في الشربات ونقلب بقى ونطلع ايه، نصفي بقى الشربات منها. وبالهنا والشفا، بسيطة خالص وسهلة، آه، من غير اي تعقيد خالص. وفي 5 دقايق عملنا شوية قطايف زي ما احنا عايزين. ويعني في اي وقت احنا حابين نعمل، ما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا اي آه، خامات ولا اي حاجة خالص. شوية مية ودقيق ونعمل القطايف. عايزين نحمرها زيادة كده ممكن نحمرها، وممكن نعملها نص تحمير زي ما احنا عايزين. والحشوات بقى زي ما قلت لكم، حاجة بسيطة وسهلة ونعملها واحنا واقفين. كل سنة وانتم طيبين. جربوا الطريقة وقولوا له ايه رأيكم. سلام عليكم.